السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا كلكم مزيانين. قبل ما نبدا القصه ديال اليوم بغيت نشكر كاع الناس اللي دعموني وشاركوا في القناه، شكرا لكم. وبلا ما نطول عليكم نمشيو القضيه ديال اليوم اللي وقعت في تركيا وبالضبط في 2015 لطالبه جامعيه سميتها اوزكي كان اصلا. حنا هنا غنسميوها اوزكا. اوزكا من مواليد 22 اكتوبر 1995، طالبة جامعية في السنة الأولى في قسم علم النفس، وهي ملي كانت صغيرة وهي كتحلم تكون طبيبة في علم النفس. والديها واخا كانوا على قد الحال دعموها ماديا ومعنويا، وحتى الدولة كانت كتدعمها بنص التكاليف ديال الدراسة ديالها. ولكن مع ذلك حتى هي ما كانتش كتجلس في العطل الصيفية، كتمشي تخدم في اوتيل في مدينة ديال قبرص الشمالية كتعاون راسها ووالديها. كانت حياتها العائلية البسيطة مستقرة، فرحانة مع عائلتها وبالدراسة ديالها وكلها أمل في المستقبل. حتى جا النهار اللي غيتبدل فيه كل شيء في حياة أوزغا. في 11 فبراير 2015 أوزغا من بعد ما سالات من الجامعة خرجات هي وصاحبتها ومشاو للمول، تقداو حوايج كلاو ودوزو نهار زوين مع بعضياتهم حتى لسات العشية. خرجوا من المول مشاو المحطة ديال لي ميني بوس، ركبوا في نفس الطوبيس حيت هما ساكنين في نفس المنطقة. ملي وصلت صاحبتها لحدا البلاصة اللي ساكنة فيها هبطات، وبقات أوزكا حتى توصل لحدا دارهم حتى هي. ولكن أوزكا مع الأسف ما غاديش توصل دارهم داك النهار، والديها غادي يتسناوها 8 9 10 والوقت كيدوز والبنت ما بانتش، وماشي من العادات ديالها تعطل حتى لهاد الوقت. والديها تخلعوا خرجوا كيقلبوا عليها، مشاو عند صاحبتها وقالت لهم باللي كانت معاها نهار كامل، وقالت لهم ركبوا في المينيبوس. وملي وصلت لدارهم هبطات وخلات اوزكا في المينيبوس حتى تنزل في المحطة اللي قريبة لدارهم. هنا والدين اوزكا تاكدوا باللي بنتهم غتكون سيغمون وقعت ليها شي حاجه، مشاو كيجريو لعند البوليس باش يديكلاريو بالبنت وبالطوبيس. ومن حسن حظهم انه بوليسي في الشارع كان وقف شيفور ديال واحد المينيبوس من بعد ما شك فيه جاي من طريق ديال خط الغابه اللي ماشي هي الطريق ديالو، وكان هو وجوج ديال الرجال. البوليسي طلع حتى للطوبيس وقلبو ولقى فيه شويه ديال الدم، وملي سولو قال ليه ديالاش هاد الدم، قال ليه بلي راه كانت واحد المضاربه في المينيبوس وبلي حتى هو تدخل في هذيك المضاربه ودخلوا الناس وفكينا المشكل ودي وكل واحد مشى في حاله. البوليسي تيقو عطاه الوريقات ديالو وخلاهم يمشيو. وملي الاب ديال اوزغا عاود للبوليسي داكشي اللي قالت ليه البنت على هاد المينيبوس، ديك الساعه ربطوا الاحداث، وخصوصا انه هادشي وقع في نفس المنطقه وفي نفس الوقت اللي غبرات فيه البنت. ومشاو جابوا الشيفور ديك الساعه هو والطوبيس ديالو، عاودوا قلبوه مزيان ولقاو الشابو اللي كانت لابسه اوزغا، اللي تعرفوا عليه والديها في ديك الساعه. المهم ضغطوا عليه مزيان بالادله، ما خداش معاهم بزاف ديال الوقت واعترف بالمصيبه اللي دار. هاد المجرم سميتو احمد صبحي، عنده 26 عام وعنده سوابق في التهريب وفي المخدرات. باشر ليه هذاك المينيبوس باش يتشغل شويه ويتهدن، ولكن هو ديما غاوي مشاكل. قال لهم فعلا ركبوا معايا جوج البنات، وحده هبطات وبقات وحده اللي هي اوزكا. قال لهم اللي بقات بوحدها والكليان كله هبط بقيت غير انا وياها. هنا بغيت نتعدى عليها، شديت طريق الغابه. وقال لهم باللي ملي وقفت وقربت ليها رشات عليا برشاش على عينيا فيه شي حاجه حاره وحرقاتني. بقيت كنضرب فيها وحتى هي قاومات، ولكن في الاخر مشيت هزيت واحد الاله حاده وبقى كيضرب فيها تيضرب فيها عده طعنات حتى ماتت مسكينه، وكانت هذوك الطعنات هما سبب الوفاه ديالها. اوزغا كان ديما كتهز معاها واحد القرعه رشاشه صغيره ديال البزار باش كتدافع بها على راسها. من بعد ما قتلها اتصل بالاب ديالو اللي هو احقر منه، وقال لي راني قتلت بنت، اعتقني انا في الغابه. باه اللي سميتو نجم الدين من عائله لاباس عليهم، كان عنده محل ديال المجوهرات كان كيبيع ويشري، ومن بعد خسر كل شيء وما بقى عنده لا رباح لا راس المال، وهكا خدم مع ولده في هذاك المينيبوس اللي كان شراه ليه. قطع معاه من هنا واتصل بصاحبه من هنا وقال لي انا غنجي عندك دابا
وجد راسك وفعلا مشى لعندو، ومشاو لعند هاد احمد صبحي في الغابه، وفعلا غادي يلقاو البنت ماتت الله يرحمها. بقاو تيفكروا كيفاش يديروا تيتفكوا من هاد المشكل ويتخلصوا من هاد الجثه. بانت ليهم انه يحرقوها وقطعوا ليها حتى يديها باش ما تعرفش. ومن بعد ما حرقوها مسكينه لاحوها في الواد حدا الغابه. حاولوا نظفوا شويه الطوبيس ومن بعد شدوا الطريق باش يرجعوا للدار. وهما هذيك الساعه فاش شدهم هاد البوليسي. القضيه ديال اوزكا ما دازتش مرور الكرام عند التركيين، ولات راي عام، وخرجوا الكنازه اكثر من 5000 واحد. بزاف ديال المشاهير الاتراك اللي دواو عليها وحطوا تغريدات في تويتر وفي الانستغرام كيطالبوا باقصى العقوبات للمجرم. وفي 2016 المجرمين غادي يتحكم عليهم بالمؤبد، حيت الاعدام ما كانش خدام في تركيا. هادشي اللي ما عجبش بزاف ديال الاتراك. في نفس العام تقتل احمد صبحي القاتل ديال اوزكا في الحبس بقرطاسه في القلب. وباه كان في حاله خطيره ولكن ما ماتش. ولكن انا متاكده غيكون دابا لحد الان كيتمنى لو مات باش يرتاح من العذاب اللي غيكون فيه دابا، لا من جهه المساجين اللي ما غاديش يخليهم طبيعه الحال يعيش بسلام، ولا من جهه تانيب الضمير. البوليس داروا تحقيق على موضوع القتل، كيفاش فردي يدخل الحبس، ولكن المساجين كلهم ضاربينها بالنكر. حتى واحد ما قال لا شكون قتل ولا كيفاش هاد القصه وقعت. هذه كانت قصة أوزغا الله يرحمها ويعوضها إن شاء الله حياة أفضل في الجنة، ويعوض والديها أجر وصبر. خليتكم على خير والسلام عليكم.